اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح الجمال. النهارده بقى صباح المحشي. النهارده الولاد قالوا لي احنا عايزين محشي ونفسهم في محشي مشكل وعايزينه في الصينيه. اول حاجه انا جبت زي ما انتم شايفين كده البتنجان، قورته وقورت الكوسه والفلفل. طبعا هعمله الفلفل الحامي، انا ما لقيتش اللي هو الكبير قوي فخدت اكبر حاجه عشان خاطر ان انا بحب برضو بيبقى ليه ريحه حلوه. جبت طبعا الخضره والملوخيه وكمان ورق العنب. النهارده يوم بقى طحن طحن طحن. والفرخه هنعمل ايه؟ هنعمل بقى ايه حاجتنا دي كلها كده مع بعض واحده بواحده، وخليكم معايا خطوه خطوه. اول حاجه هنغسل البتنجان والكوسه والحاجات دي كلها، وبعد كده نعمل على طول الطماطم والتسبيكه مع بعض. اول حاجه انا حطيت الحله، هي الحله بتاعت الايه الفراخ، والحله هنا اهوت بتاعت الورق العنب، حطيت ملح فيه وهنزل بورق الايه العنب. بس كده نفضل نقلب فيه لمده بس 5 دقايق اللون يتغير، وبعد كده نطلعه على طول. هنا الميه ونشطفه بميه غليت اهيت بورق العنب. هنا عندي اخوات هنزل بورق اللوري، وهنزل بالحبهان والمستكه وشويه فلفل اسود صغيرين. وطبعا يستحب المفروض ان هو يكون حصى، بس مش عندي بقى حصى فحطيت شويه صغيره بس فلفل اسود عشان ما تسودش الايه الشوربه. هنا نقلب بقى ايه ورق العنب ده، واللفه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي هتعمل ما شاء الله حبه حلوين قوي، لان هي ربع كيلو من ورق العنب. طبعا انا ضغطاه وشايلاه في قلب الفريزر. اول بقى ما تغلي الشوربه بتاعتنا او الميه بتاعتنا دي على طول ننزل بالايه كده. الميه غليت، وهنا انا حطيت الطاسه هنا فيها زيت اهو. قصقت الدجاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. اول غلوه بس تغلي غلوه، وبعد كده نشيل الريم، وبعد كده نحط الايه الملح واحط شويه فلفل اسود كمان. هنا بقى انا حطيت الزيت على النار، هنزل بالايه بالبصل. نقلب بقى البصل بتاعنا كده لغايه بس ايه يصفر. نحط برده شويه زيت كمان اهو. ادي ما تستخسريش. ادينا يا جدعان بنعمل اهو المحشي بالطريقه المصريه. خلاص كده تقليه خلاص. نحط الطماطم بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى الملح والفلفل الاسود زي ما انتم شايفين كده. وهنا الفرخه خلاص بتستوي اهيت، وانا قلبتها. هعمل ايه بقى؟ هغطي عليها عشان تستوي بسرعه. نشيل برضو الريم اهو اللي على الوش ده كده، نشيله كبشه. تمام كده. انا حطيت الخضره عليها اهي، قطعت الخضره واسيبها بقى ايه تتسبك كده. كده الشوربه بتاعتنا بقت زي الفل جميله. الفرخه خلاص استوت. عشان هحشي بقى الحاجه واحطها على طول في ايه في الفرن كده. زي ما انتم شايفين انا عملت الرز اهو. حطيت الرز على الطماطم، وهنمسك نحشي البتنجان بتاعنا. طبعا المفروض ان انا استنى يبرد. كل حاجه عندنا بسرعه بسرعه يا جماعه. بصوا ما بنملاهوش للاخر. بعد كده هنعمل ايه؟ هنرصه بقى، يعني هخلص يعني هجهزه وارصه في قلب الصينيه اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو طبعا هعمل ايه؟ هعمل كل الكميه دي زي ما انتم شايفين. مش عايزه اعطلكم معايا عشان تشوفوا. شفتوا الاول الفرشه اللي انا فرشتها ديت للصينيه. حطيت بطاطس وحطيت طماطم وحطيت قطعت فلفل. عندك فلفل رومي قطعيه، فلفل الوان قطعيه اللي يريحك. بس الفرشه دي بتبقى حلوه قوي، طعمها بيبقى جميل جدا، وبتحمي الصينيه كمان ان هي ان المحشي ما يجرالوش اي حاجه. تمام.
اهو. خلص بقى كله، خليكوا معايا نعمل بقى 2 كده عشان انا عايزه اخلص. طبعا مفيش حد منكم هيجي يساعدني اهو. اتفضلوا 2 كده، يلا بس السرعه عشان لما برد طبعا احنا ما بنملاش البتنجان، يعني اقل من نصه كمان عشان هو بيكتر اهو. بمجرد ما بنحط فيه الشوربه، وفي نفس الوقت مش عايزين الرز يطلع بره عشان المنظر العام، يعني وانت بتقدمي الصينيه ولا حاجه قدام اي حد او عزومه. شايفين كل حاجه عندي بسرعه يا جماعه اهو. ما خلصت كده، اخلص بقى كله. عايزه اعمل ورق عنب معاكم كده عشان بس برضو تشوفوا حبه ورق عنب كده. بصوا بقى الورق العنب احنا بيبقى مخزنينه في الفريزر. بنفردها اهي على الناحيه الخشنه، نحط الرز على الناحيه الخشنه تمام، ونبرم زي ما انتم شايفين، زي ما انتم عارفين ان انا عملت معاكم كذا مره اهو. نعمل واحد تاني اهو. افردها حلو على الناحيه الخشنه كده، والف من الناحيه دي ومن الناحيه دي اهو كده كده. ايه رايكم؟ احلى صباع محشي وصغير وجميل. انا بحب المحشي الورق العنب بيكون صغير، ما بحبوش كبير، لان الكبير ده بحس ان هو يعني شكله مش عاطفي. شايفين جماله. هخلص بقى كل الكميه دي وارجع لكم بقى تاني بعد ما اخلص الورق العنب والكوسه والبتنجان والهم التقيل اللي عندي ده. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الصينيه اهي، بورق العنب بالكوسه بالبتنجان كلها مرصوصه ما شاء الله. تعالوا بقى نحطها مع بعض كده بقى على النار، ونحط الشوربه وندخلها الفرن. اول حاجه انا مسكت 2 مرقه دجاج وكسرتهم بالراحه كده على الوش، وحطيت الشوربه اهو زي ما انتم شايفين. بحط الشوربه اهو. طبعا المقدار اللي احنا هنحطه في الشوربه ما بنحطش زي الحله كده، لا بنحط اقل اهو. وهنحطها على النار تغلي بقى شويه تمام. احط بقى شويه زيت عشان تدي لمعه كده حلوه. كفايه كده شوربه اهو. تعالوا بقى نحطها على البوتاجاز ونشوف بقى. انا بشرت طماطميه هنا وحطيت معلقه من البهارات الفراخ وشويه زيت وملح وفلفل اسود اهو، عشان انا هدعك بيها الفرخه بتاعتنا اهو. طبعا الزيت بيخليها بتلمع، والبهارات الفراخ طبعا بتخليها طعمها جميل وريحتها حلوه اهو. بدخلها بقى كده على الفرن ان هي تخش الفرن، وبعد كده نخرجها كده. انا غطيتها بورق الفويل زي ما انتم شايفين كده على البوتاجاز. الاول اديها غلوه بس على البوتاجاز، وبعد كده ادخلها الفرن، والفرن شغال ودرجه الحراره فيه عاليه طبعا. زي ما انتم شايفين بقى نعمل شويه لسان عصفور كده مع المحشي منه في الشتاء اللي احنا فيه ده. بيدفي قبل ما ناكل اي حاجه طبعا. نشرب شويه شوربه كده حلوين اهو. اول ما يحمر نحط الطماطميه اللي احنا شايفين
نقلب لغايه لما اللون يكون ايه غامق وذهبي. وانا طبعا دخلت الايه المحشي الفرن، بيبقى جميل جدا على فكره، بيبقى ليه طعم تاني لما بيكون في الفرن، بيبقى ليه طعم تاني والله. كده اللون خلاص بقى حلو. حطيت مرق الدجاج، انزل على طول بالطماطم اهي، دقيقه بس كده اهي. حطيت الشوربه، اغطيها بقى. وهنا الشوربه بتاعت الايه كده بقى، الشوربه الملوخيه غليت، نحط على طول الملوخيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا الناحيه التانيه نحط اهوت ايه معلقه توم مفروم، ومعلقه سمنه حلوه كبيره، ومعلقه كزبره اهو، ونستمر في التقليب كده. الملوخيه بتاعتنا اهيت، شفتوا الشهقه دي؟ اهم حاجه تتخضوا بس، اهم حاجه كده. انا خلصت اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله الاكل ايه تحفه، والريحه مش قادره اوصف لكم من كل حاجه اهو. انا كده خلصت الاكل بتاع النهارده، وكان في الصينيه زي ما انتم شايفين، وحاجه الريحه بقى مفحفحه، وايه بقيت مش قادره اوصف لكم العماره ريحتها عامله ازاي. طيب لو عجبك بقى ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، وضغطي اللايك، واكتبي لي كومنت الجميل بتاعك، واقول لكم بقى ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.